حالة من الحزن بتسيطر على أهالي محافظة الفيوم بعد وفاة الدكتور محمد طلعت اللي لقى مصرعه في حادث سير مأساوي وأليم على طريق القاهرة الفيوم. الحزن ليه؟ لأنه توفى أو قتل بطريقة مأساوية، اتقلبت عليه الكونتينر الكبير اللي كان مثبت في المقطورة الكبيرة. طبعا الحوادث بتاعة المقطورات احنا عارفينها انه بيبقى ماشي على الطريق السريع بالليل وبسرعة ازيد من السرعة المسموح بها، فبتتقلب العربية لان هي بتبقى كبيرة وبتبقى كمان محملة بحمولة كبيرة، وفي اغلب الاحيان الحمولة دي بتبقى اكبر من المسموح به، وبما انه بيمشي بسرعة جدا وبسرعة كبيرة جدا اكبر من المسموح بها زي ما قلت، فبتنقلب العربية دي او بيحصل تصادم ما بينه وما بين عربية تانية أو عدة عربيات، أو إن المقطورة بتنفصل نتيجة السرعة الزيادة وبتتقلب على عربية تانية، فبإيه بتحصل الحادثة. الغريب بقى في الحادثة اللي احنا شايفينها كلنا قدامنا دي إنه ما كانش الطريق سريع، إنه ما كانش الطريق فاضي، إن ما كانتش المقطورة بتمشي بسرعة ولا بتمشي بسرعة أزيد من المسموح ولا بالسرعة العادية، لا ده كل العربيات والطريق كان واقف وكان في إشارة والكل كان واقف. كانت واقفة العربية بتاعت الدكتور محمد طلعت على اليمين، جت المقطورة بتمشي بالراحة جدا بثبات جدا، الكل واقف وانتظر الإشارة تفتح. يعني ما كانش في حاجة مريبة أو غير طبيعية، ما كانش طريق سريع ولا مفتوح، وما كانش السواق بيمشي بسرعة. لا الغريب بقى وهو منتظر وواقف ومنتظر ان الإشارة تفتح هو وغيره، وطبعا الدكتور كان قاعد في العربية بتاعته ما كانش منتبه للمقطورة اللي جنبه، وفجأة اللي هي الجزء الخلفي من المقطورة الكونتينر بدأ يتحرك في وضع ان هو يفرغ الحمولة بتاعته، بمعنى كأن لما بياخد الحمولة دي وراح للمكان اللي هو هيوصل ليه الحمولة، بيبدأ ان هو يحرك يد معينة في كاميرا القيادة علشان ان المقطورة تنقلب وتفرغ الحمولة في المكان. تقريبا خدت الامر ده، يعني كأن الكونتينر الصندوق الكبير اللي كان من ورا خد الحمولة، خد الامر ده ان هو يفرغ الحمولة بتاعته، وبدأ بالفعل يتحرك وببطء جدا ومرة واحدة ورا التانية، وقام مقلوب على العربية بالتقل الشديد دوت، وهو حديد على في الجزء بتاع اللي هو السواق اللي كان موجود فيه الدكتور محمد طلعت، وهرسه بالكامل، مات في الحال. المنظر صعب ومؤلم بدرجة غير عادية، الناس اتفزعت، نزلوا من على اللي كان راكب بدراجة نارية، نزل من عليها، الناس اتجمعت علشان يشوفوا في ايه. طبعا مش هيقدروا يشيلوها، خلاص مش هيقدروا يشيلوا المقطورة، هم قعدوا عدة ساعات على بال ما جه ونش علشان يقدر يشيل المقطورة. يعني الطبيب بقى قطعة لحم، ولحمه خلاص اتهرس، مش هيبقى باين له اي معالم. سبحان الله العظيم، هو قدر ومعاد ونصيبه ان هو يموت بالطريقة المؤسفة والمحزنة دي. لو احنا خدنا بالنا في الفيديو كان ممكن لو كان الطبيب منتبه بحركة العربية الكونتينر كان رجع بعربيته لورا بسرعة وما كانش في حد وراه، او كان حتى فتح العربية ونزل يجري وساب عربيته كانت تقع العربية مش مهم، لكنه علشان قدروا ان هو يموت ما كانش منتبه نهائي، والناس كمان ما كانتش منتبهة، الكل كان واقف والعربية واقفة بثبات، ما كانش في حاجة غير طبيعية، الا إذ فجأة اللي هو الكونتينر الصندوق الحديد الكبير اللي من ورا بدأ يتحرك في وضع الانقلاب لتفريغ الشحنة اللي هي موجودة، وفعلا فرغ الشحنة اللي كانت فيه، وكانت عبارة عن شحنة زلط من النوع الاسود اللي هو بيستخدم في رصف الطرق او في المباني في المدن البعيدة. سبحان الله العظيم، هو نصيبه، هو قدر، لكن مش يعني هو قدر الدكتور طبعا، لكن الخطأ خطأ مين؟ خطأ سواق التريلا. لما بحثت في الموضوع ده عرفت ان الصندوق الكبير بتاع التريلا لما السواق بيحمله وقبل ما بيتحرك المفروض ان هو بيتأكد
بيأكد وبيأمن على الأقفال اللي بتثبت الصندوق ده في حرف التريلا، علشان وهو ماشي الصندوق ده ما يتحركش، علشان وهو ماشي الصندوق ده طبعا من الحركة والسير بسرعة ممكن ان الصندوق ده يرتفع لأعلى وينزل لتحت، فعلشان ما يحصلش الحركة دي وكمان علشان ما يتقلبش بيبقى في أقفال بتثبت الصندوق بإيه؟ بالجزء بتاع التريلا اللي فيه العجل، وهو بيأمن على الأقفال دي وبيتأكد تمام ان هي مقفولة، وكمان بيشيك على المفصلات اللي بتربط أجزاء التريلا ببعضيها كله تمام، الحمولة تمام، لو هي كبيرة فيها حاجات ممكن تقع في الشارع بيغطيها كمان بمشمع وبلاستيك، بيأمن كله. بعد كده بيركب عربيته وبيمشي وبيتوكل على الله. لكن يبدو ان السواق ما أمنش الأقفال اللي كانت بتاعة الكونتينر الوراني اللي كان محمل، ما أمنش الأقفال بتاعته، علشان كده او انه هو ما أمنوش، خدوا بالكم. وفي نفس الوقت تقريبا وهو قاعد كده في الإشارة ايده جت على اللي هو اليد اللي بايه بتحرك الكونتينر علشان يفرغ الحمولة، لان احنا لو شفناه يا جماعة كأنه خد الامر ان هو يتقلب ويفرغ حمولته، وبالفعل بدأ ان هو يتحرك على جنبه بحركة بطيئة لغاية ما وقع على العربية، ووقع على كمان ايه بشدة على الجزء اللي كان فيه اللي هو المكان السواق، يعني المكان اللي كان قاعد فيه اللي هي فيها عجلة القيادة، المكان اللي كان قاعد فيه الدكتور محمد طلعت رحمة الله عليه. يا رب ربنا يرحمه ويغفر له. تم القبض على السواق وهيتم التحقيق معاه، لكن بعد ايه بقى؟ بعد فوات الاوان. لو انت كنت بتعمل اللي عليك وبتشوف شغلك صح وبتأمن على عربيتك، لان انت بتشتغل في شغلانة خطرة وانت عارف ان الحمولة دي كبيرة وان العربية معرضة للانقلاب وان حوادث السير في مصر كتيرة، يبقى انت قبل ما بتنزل للامانة انت دلوقتي بتشيك على حاجتك. ما هو لو ما كانش فيه، لو انت كنت لوحدك في الطريق والكونتينر ده كان وقع بالطريقة دي والحمولة اتفرغت على الارض، طب ما انت هتتحاسب برضو من الشركة اللي مشغلاك ان انت مش امين بالطريقة دي، ان انت انسان مش ثقة. ان الله يحب اذا عمل ان الله ورسوله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ده من إتقان العمل. لكن يا جماعة ده إهمال جسيم، وتسبب في وفاة إنسان ومواطن أكيد له أسرة، أكيد له أم حزنت عليه، أكيد له أب وإخوات حزنوا عليه، أكيد له زوجة وأبناء هيسيبهم كده وملهمش عائل إلا الله.